انا دلوقتي لسه بتعلم برمجه وبسمع ناس كتير بتتكلم عن الجيت والجيت هاب، ومعرفش ايه هم وايه اهميتهم وبيعملوا ايه وبيستخدموا في ايه وهيفيدوني في ايه كمبرمج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم، انا محمد القاضي ودي قناة شفرة بلس. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا، حضر قهوتك وجهز كشكولك وقلمك ويلا بينا نبدأ. الجيت هاب هو موقع مبني على أداة الجيت. ببساطة الجيت هو نظام بيخليك تتحكم في الإصدارات بتاعة الكود. يعني ايه؟ يعني انت كمبرمج بتكتب كود النهارده، بكره بتعدل فيه، بعده بتحط فيوتشر جديده. فالجيت بيخزن لك كل ده كنسخه مختلفه، تقدر ترجع لاي نسخه منهم في اي وقت. كمان بيخليك تعرف ايه التغيرات اللي اتعملت ومين اللي عملها، وده مهم خصوصا لو انت شغال في تيم كبير. يعني ايه الجيت هاب؟ الجيت هاب ببساطه هو المكان اللي انت بترفع فيه المشاريع بتاعتك على الانترنت. تعال اديك مثال بسيط. جوجل درايف. جوجل درايف ده انت بتستخدمه عشان ترفع عليه فيديوهاتك وترفع عليه صور وترفع عليه ملفاتك. ليه بقى؟ عشان مثلا لو لا قدر الله حصل حاجه في التليفون او حصل حاجه في الجهاز بتاعك عموما، فتلاقي الحاجات ديت متخزنه كلها على جوجل درايف، فتقدر ان انت ترجع لهم في اي وقت وفي اي مكان ومن اي جهاز بالايميل بتاعك بس. فالفكره كلها في الجيت هاب هو نفس الحاجه بتاعه الجوجل درايف، هو يعتبر البورتفوليو بتاعك اللي انت بتضيف عليه المشاريع بتاعتك وبترفع عليه كل حاجه خاصه بيك كبروجرامر يعني. الجيت هاب ببساطة هو نفس الفكرة بتاعت الجوجل درايف، بس الجيت هاب مخصص أكتر للمبرمجين أو مخصص عامة للمبرمجين. دلوقتي أنت مثلا لما بتيجي ترفع الكود بتاعك فبترفع كل الريبوستري بتاعتك، وتقدر إن أنت تشوفها من أي مكان، تفتحها من أي جهاز، تفتحها في أي وقت أنت عايزه. حصل حاجة في الجهاز لا قدر الله، يبقى أنت معاك الحاجة بتاعتك كلها كبورتفوليو، معاك بورتفوليو كامل على جيت هاب بتضيف فيه مشاريعك، بتضيف فيه كل حاجة أنت عايزها. وكمان ان انت تقدر تشتغل مع تيم كامل على بروجكت واحد، كل واحد ليه جزء معين بيقدر يعدل فيه، وبعد كده بتجمعوا كل حاجة زي ما احنا كنا بنقول. يعني لو الجهاز بتاعك حصل فيه حاجة او حصل فيه مشكلة او اي حاجة، فالمكان ده بيكون مكان تقدر توصل ليه في اي وقت. فالجيت هاب بيعتبر بيأمن لك على المشاريع بتاعتك، او هو المكان الآمن بالنسبة لك ان انت تقدر تأمن فيه ان في مثلا البورتفوليو بتاعي. والجميل كمان ان الجيت هاب مليان مشاريع اوبن سورس اللي انت ممكن تتعلم منها او حتى تساهم فيها. زائد ان في تولز كويسة جدا زي الجيت هاب اكشن بتخليك تختبر الكود او تعمل له ديبلوي بشكل اوتوماتيك خالص من غير مجهود كبير منك. فانت دلوقتي بتسأل نفسك سؤال: هو انا كمبتدئ لسه بتعلم برمجة ابدأ اتعلم الجيت والجيت هاب من امتى؟ هل استنى لما ابقى مبرمج مثلا محترف وان انا اقدر اكتب الكود لوحدي من غير مثلا مساعدة من حد، واقدر ان انا ابني مشاريعي الخاصة، ولا ابدأ استخدمه من امتى؟ الاجابة ببساطة كل ما تبدأ بدري كل ما يكون احسن. ممكن اي مشاريع بسيطة انت بتعملها في الكلية او بتاخدها من كورس معين او ان انت بتطبقها مع نفسك، ممكن انت تقدر تبدأ ترفعها من دلوقتي، بحيث ان انت تتعود على فكرة ان انا ببدأ ان انا اقدر ارفع المشاريع بتاعتي واجرب ان انا ابدا بقى افتحها على جيت هاب وابدا ان انا اشوفها شكلها عامل ازاي، وابدا ان انا احط دوكيومنتيشن وابدا احط الريبوستري بتاعتي وابدا ان انا اعمل واشوف وارتب الفايلات بتاعتي. وبرضه ما تنساش نقطة مهمة، إن أي شركة كبيرة أو حتى ستارت أب أول ما بتبدأ بتعمل معاك انترفيو بتبدأ تسألك إيه المشاريع اللي أنت عملتها، فتبدأ تقول لهم والله خدوا اللينك بتاع الجيت هاب بتاعي أهو، في كل الشغل بتاعي ده البورتفوليو بتاعي، فتقدروا تشوفوا المشاريع اللي أنا عملتها من خلال الجيت هاب بتاعي أو البورتفوليو بتاعي على جيت هاب، بدل ما تقعد تشرح لهم بالكلام وتقول لهم انا عملت مشروع كذا وضفت فيه فيوتشر. يدخلوا يلاقوا المشاريع بتاعتك ويشوفوا طريقة تفكيرك وتنظيمك للكود، وده بيفرق جدا في فرصك في الشغل. خليني مثلا اديك مثال سريع عشان الصورة تبقى اوضح. تخيل ان انت بتكتب مشروع كالكوليتر بسيط. في الاول عملت نسخة ان انت بتجمع وتطرح بس، بعد كده ضفت خاصية الاسم والضرب، بعد كده عدلت في الواجهة وخليتها شكلها احلى. من غير الجيت هتضطر تخزن كل نسخة في فولدر جديد مثلا باسم V1 و V2 و V3، وهتتلخبط في الاخر. لكن مع الجيت كل تعديل بيتسجل ككومنت، تقدر ترجع لاي نقطة وتكمل من هناك مع الجيت هاب. ومع جيت هاب المشروع ده انت كده خزنته اونلاين، تقدر تفتحه من اي جهاز او تشاركه مع اي حد. وعشان الجيت والجيت هاب مهمين جدا، انا كنت عامل كراش كورس بشرح فيه المفاهيم الاساسية والاوامر الاساسية اللي تقدر تأسسك، وكمان شرحت من اول ما تنزل الجيت لحد ما ترفع عليه اول مشروع وتتعلم الاوامر الاساسية بتاعة رفع المشروع، وتبدأ ان انت كمان تسجل في الجيت هاب وترفع عليه المشروع
باكتر من طريقه وشرحت في الكراش كورس 4 طرق ان انت ترفع بيهم المشاريع من الاصعب للاسهل. وبس كده. اسيب لك لينك الكراش كورس تحت في الوصف، او في الاي اللي فوق اللي هنا، او اللي هنا، او في اول كومنت. فمهم جدا ان انت لسه بتتعلم برمجه تبدا ان انت تتعلم الجيت والجيت هاب، لان الموضوع ده مهم ومينفعش تستنى لما تبقى مثلا بتكتب كود محترف وان انت بقيت راجل عندك مشاريع كتير وتبدا ترفعهم. لا، الموضوع مهم وان انت تبدا تتعلمهم من دلوقتي. فالصراحه هتستمتع قوي، فلازم تجرب. هسيب لك اللينك تحت او في اول كومنت او في الديسكريبشن. وبص على الديسكريبشن على طول، لان بيكون فيه كل حاجه، كل اللينكات وكل الحاجات المهمه. وهتلاقيني برضو سايب لك اللينك على التليجرام، فتقدر ان انت بقى تنضم للكوميونتي عندنا، لان موضوع الجيت والجيت هاب مهم جدا. فلو انت لسه مبتدئ في البرمجه، اعتبر ان الجيت والجيت هاب مش حاجه ثانويه او كماليات، لا دول ادوات اساسيه لازم تتعلمها من بدري. ومع الممارسه هتلاقي نفسك بتتعامل معاهم بشكل طبيعي من غير ما تحس، لان كل التعامل في الموضوع كوماند لاين. فلو انت من مستخدمين لينكس هتلاقيك اصلا ان انت بتتعامل مع الكوماند لاين بشكل يومي. فالموضوع ممتع ومفيهوش اي درجه من التعقيد خالص. وبس كده انا خلصت. ما تنساش تشترك في القناه وتشير الفيديو مع كل الناس اللي عايزين يتعلموا برمجه، لان الموضوع مهم. بس ما تنساش ان انت تدخل في الكوميونتي بتاعنا وتشوف اللينكات بتاعتنا كلها اللي في الوصف وتدخل فيها كلها. وبس دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.